حبايبنا اللزم، اشتريت شوية منتجات كده في البلاك فرايداي والوايت فرايداي والألوان بتاعة الفرايداي دي، فأنا عايزة أقول لكم عليهم. اشتريت أفريكانا، يمكن أنا آخر واحدة أشتري أفريكانا في العالم يعني، بس لأن أنا كنت عندي شوية منتجات، فببقى أنا عندي ولاء كده لأي حاجة، وعندي ولاء ووفاء وكل حاجة. كنت مرتاحة على المنتجات اللي معايا، بس قلت بقى لأ مش معقول لازم أجرب أفريكانا، ما ينفعش الكلام ده بقى يعني، كله جربها ما عدا أنا. فأنا اشتريت بس 4 منتجات من عندهم. اشتريت الشامبو والليف إن، ده الشامبو وده الليف ان، تمام. طبعا ده الكل بيقول عليه اشعار اشعار، فانا بجد عايزه اجربه اشوف يعني هو بيعمل ايه. واشتريت المخلي غسول ده، ودوت اشتريت الهير ماسك بتاعهم، ده الهير ماسك. كلهم 225 مللي، ده الحجم بتاعهم. آه، الفاتوره اهي طبعا. افريكانا لا تعلم عني اي شيء. المهم الغسول ده بقى طبعا هما كان فيهم بصراحه حته حلوه ومصداقيه كده. انا ما قلت لهم انا عايزه اجرب الغسول بتاعكم، لان عارفه ان الشركه دي حلوه والكل بيجربها ومحدش قال عليها كلمه وحشه، يعني افريكانا بالذات من الشركات المحظوظه قوي، محدش قال عليهم كلمه وحشه خالص. فانا قلت لها انا عايزه الغسول بتاع الشركه وكده يعني، فقالت لي ايه انت بشرتك ايه؟ فقلت لها دهنيه. فقالت لي ايه لا ده الغسول ده للبشره الايه، استنى بقى مش عارفه قالت لي الجافه ولا العاديه، قالت لي تقريبا الجافه. ماشي. فانا جبت قلت لها خلاص اتوكلي على الله وهاتيه. ليه بقى يا جماعه؟ انا في الصيف بتبقى بشرتي دهنيه جدا جدا جدا، بتطلع سمنه وزيت وكل حاجه اللي انتوا عايزين تقولوا له. تعالوا في الشتاء بقى غريبه جدا جدا، مع الخريف بتتقلب مختلطه، في الشتاء بتتقلب جافه، حاجه غريبه جدا. يعني هو الصبح بس لما اكون صاحيه من النوم ممكن الاقي شويه دهون هنا 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 هنا، حاجات بسيطه برضه مش زي الصيف طبعا. بس طول اليوم انا بشرتي جافه جدا جدا جدا، لما تشوفيها ما تقوليش دي بشره واحده طول عمرها بشرتها دهنيه. فقلت لها خلاص هات الغسول وكده فاجربه، واتفاجئت برضو جربته. مش عارفه هتشوفه ولا لا، ولا اعمله كده. الغسول بتاعه يا رب تكونوا شايفين، كريمي قوي قوي، حلو قوي يعني، حلو قوي. لما جربته بقى وغسلت بيه اتفاجئت يا جماعه ان هو هيناسبني جدا جدا للشتاء جدا. ليه بقى؟ لانه هو ما بينشفش البشره خالص خالص خالص. هو بس في عيب، ريحته مش حلوه، مش حلوه خالص. مش عارفه دي ريحه غريبه كده يعني، لا ريحه مش حلوه خالص. انتوا هتجربوه مش حلو، بالذات لما تحطوه على وشكم وتعملوه قوي كده هتلاقوا ان الريحه مش حلوه، لا مش حلوه. بس هو يبقى اكيد مناسب لاصحاب البشره الجافه، وناسبني انا مع ان بشرتي دهنيه. بس في الشتاء خلي بالكم يا جماعه، انا بقول في الشتاء بس. هو كريمي قوي قوي، وتحسي ان هو ما بيتفردش كده، ما بيعملش رغاوي. يعني انا بلاحظ ان هو بيعمل رغاوي لما بكون بغسل وشي وبينزل في الحوض، رغاوي بسيطه قوي برضه. فحسيت ان هو ده يمكن يكون ده طلبي حرفيا يعني. لسه برضه انا جربت حوالي مرتين او 3 مرات بس، فانا عايزه اديله وقته برضه. في الاخر برضه هرجع اقول لكم بقى عن مجموعه الغسالات اللي جربتها وايه اللي عجبني وما عجبنيش. بس هو مبدئيا حلو، مش منشف لي بشرتي خالص، مش ما اتحسستش. وبعدين في شويه مكونات حلوه كده. في ايه بقى؟ جلايكوليك اسيد، هيالورونيك اسيد، آه كري- فيتامين سي، ومكتوب بقى زيرو بارابين، زيرو صوديوم، او زيرو ايه، الكحول. ف بصراحه حلو، حسيت ان هو يناسب بشرتي قوي، يبقى كويس يعني. فهو على كده التجربه يعني. بس انا حاسه ان انا حلو في الشتاء، لكن في الصيف بخش على غسول تاني خالص اقول لكم عليه، ده مش هينفعني نهائي نهائي في الصيف. طبعا دول كلهم اشتريتهم كل حاجه، بس لسه ما جربتهمش. لان ايه؟ لان انا مجموعه بليزه عامله لي هوس، لسه فرحانه بيها وحاسه ان هي جميله قوي. فانا ايه اللي يخليني اجرب منتج تاني او كده؟ اللي هو ده المبدأ بتاعي. بس هضطر طبعا اجرب لاني اشتريت خلاص. وكمان عشان اقول لكم الحاجه التانيه اللي اشتريتها، ده البوكس بتاعها. الحاجه التانيه اللي اشتريتها بس ده طبعا في اوردر لوحده. اشتريت ماء مثلر بتاع ليفز، طبعا ده مكسر الدنيا ومكسر الفيس ومكسر اليوتيوب، ومكتوب اللي هو يعني لو جه على في عينك ما بيحرقش، وللفيس واللبس والايز، حلو قوي. وجبت بتاع البشره، تخيلوا ايه بقى؟ البشره الجافه او العاديه.
ليه برضه؟ زي ما قُلت لكم أنا بشرتي في الشتا بتتغيّر كل مقاييسها كده بتتغيّر، يعني بتبقى حاجة تانية خالص، خالص يعني. فجِبت ده، فأنا جرّبت ده بصراحة، فتحت ده قُلت ده اللي أفتحه في الشتا، لإن أنا بشرتي متحوّلة في الشتا دلوقتي، فباستعمل حاجات للبشرة الجافة، بالكتير أوي البشرة العادية، إنّما البشرة الدهنية لأ، في الشتا بقى في الصيف أفتح ده، يعني ده هيعمل عمايل حلوة معايا. ده يا جماعة أنا فعلًا، فعلًا لاحظت إن هُم عاملين دعاية جامدة أوي، أوي، حتى ناس كتير أوي إن هو بيقولوا إن هو بيستحق أكتر من تمنه وكده، هو فعلًا فعلًا يستحق أكتر من تمنه. على فكرة هو بيدخل في العين ممكن يحسّسها شوية زي ستارفل وزي أي حاجة تانية عادي جدًا، لإن هو منتج يا جماعة فيه مكونات غصب ده أنت لو دخل في عينِك شوية هوا بيحرقوا عينِك معلش يعني، فما بالِك مادة تانية، مادة فيها مش عارفة كام مكون، 20 مكون، فلازم غصب. ده مش عيب في المنتج قد ما هو ده طبيعة عين البني آدم، أي حاجة هتخش فيها تحرقها. فهي بالنسبة لي بصراحة جات في عيني، حتى كنت باعمل لها اختبار، حرقتني حاجة بسيطة. هو مكتوب whitening micellar water، يعني إيه؟ إن هو مفتِّح يعني. هو ممكن ما يبقاش مفتِّح بمعنى إن هو هيبيضِك وهتبقي بقى يعني العين مش هيعين في نفسِك، لا ما فيش الكلام ده. هو اللي بيعمله يا جماعة إن هو بينضّف أوي البشرة لدرجة بيخلّيها لِك زي الفلتر، يعني مساماتِك دي أنتِ ممكن تبُصّي على مساماتِك تحسّي إن فيها نُقط سودا كده، سودا. أنتِ بقطنة كده أمّا بتعملي كده بتحسّي فعلًا إن القطنة طلعت مش نضيفة، وشِّك نضف. بيعمل إيه بقى؟ تحسّي فعلًا إن هو فيه hyaluronic acid، تحسّي أمّا تحطّي إيدِك على بشرتِك بعدها تحسّي إن بشرتِك sticky كده كإنّها مترطّبة، مترطّبة، كإنِّك حاطّة عليها جيلي صبّار أو شان جل، لو حد جرّب شان جل ده. فلأ عجبتني أوي، عجبتني جدًا، جدًا. هي 200 مِللي، طبعًا دي 200 مِللي وبيقول لِك 5 في 1، مش عارفة إيه هم ال5 دول، أكيد المواد بقى اللي فيها يعني. hydration hydration for dry and sensitive skin، يعني للبشرة الجافة والحساسة. أنا استعملته قُلت ما دام حساسة برضه يبقى هيليق معايا الميسيلر ده، ففعلًا كان حلو معايا جدًا، جدًا، ولسه في الشتا كمان داخل. يعني النهارده إحنا أنا باعتبر إن لسه دي النهارده كانت تاني شتواية يعني، فيعتبر الشتا في أوله، فأنا حاسة إن هي هتناسبني جدًا، جدًا، جدًا. من ضمن الحاجات يا جماعة سمعت إن أنتِ يعني أنتِ بشرتِك دهنية أهو، آآ أمّا تستعملي حاجة ليها حاجة من بتوع البشرة الجافة، فتخيّلي يعني هترطّب لِك أوي، هتضبّط لِك الدنيا أوي. حتى أمّا يقول لِك مثلًا لو أنتِ شعرِك دهني مثلًا أو كده، قولي أنا عايزة حاجة للشعر الجاف، متخيّلين؟ دي أنا سمعتها، هل المعلومة دي صح والّا لأ مش عارفة، بس حاسة إن فيها جزء من الصح كده. تخيّلي لمّا تاخدي حاجة للشعر الجاف وأنتِ شعرِك مثلًا دهني، فتخيّلي حاجات بقى مرطّبة، مغذية، بيخلّي الشعر هادي، محترم ابن الناس كده. فأنا بصراحة المنتجين دول عاجبينّي جدًا، هاكمّل عليهم إن شاء الله. طبعًا دول ممكن يقضّوني صيف وشتا كده، أنا يعني استعمالي مش كتير، plus إن أنا عندي طبعًا تونر جوّه جايباه من ماركة كده معيّنة برضه هاقول لكم عليه، بس مش عاجبني أوي، وعندي ميسيلر وعندي جارنيه. ف فدول هيقعدوا كده، مش هاشتري حاجة تاني لحد إن شاء الله الصيف الجاي، لحد السنة الجاية بقى الفرايداي والوايت فرايداي والكلام ده، كفاية أوي، أوي، أوي. أنا صرفت كل فلوسي على العروض دي، بس عندي شوية منتجات إن شاء الله تقضّيني بقى يعني، خلّي عندي دم بقى واسكت بقى على كده، كفاية كده. إن شاء الله أجرّب لكم بقى مجموعة أفريكانا للشعر، الشامبو والhair mask والleave in، وأقول لكم رأيي فيهم بصراحة برضه، ماشي؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده معلومة؟ حد عنده إضافة؟ حد عنده نقد بناء؟ أي حد عايز يقول لي حاجة يقولها لي، و ولايك عشان تعرفوني إن أنتم شُفتوا الفيديو أو عجبكم أو أي حاجة، حتى لو أنتِ اعملي لايك وقولي مثلًا مش عاجبني كذا، أو أنتِ بترغي يا صفا، صلّحي كذا، غيّري الديكور، الإضاءة مش حلوة، الصوت مش حلو. خلاص بقى أنتم حفظتوا، مش كل فيديو أقول لكم الكلمتين دول، خلاص؟ خلاص كفاية بقى كده النهارده، تعبت خالص، خالص، ورايا شوية حاجات كده أقوم أعملها بقى، إن شاء الله نتقابل بكرة إن شاء الله. باي باي.